السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات، وأيضا على صفحتكم على الفيسبوك امتحانات ومباريات. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غنحاول نشير لواحد جوج النقاط أساسية اللي هي هذا الإشكال ديال المعدل العام، يعني اللي ما كيبانش في الوصل ديال اللي كتستخرجوا من البوابة، وأيضا النقطة ديال الانتقاء، حيت بزاف صراحة كيسولوني على جوج النقط. داكشي علاش اضطريت غنحاول ندير يعني فيديو عليهم، وهكذا يعني بلا ما يبقى يتعاود هذا السؤال بزاف. وبالنسبة للنقطة أخرى، يعني قبل ما ننسى، يعني الإخوة اللي كانوا يعني كيصيفطوا لي يعني في الواتساب البارح، كانت عندي تقريبا أكثر من 1000 ميساج، يعني راه تمسح لي الواتساب مشى كلشي، يعني كاع الإخوة اللي كانوا كيصيفطوا، يعني اللي صيفط شي ميساج وما جاوبتوش، المهم يعاود يحاول يصيفطو، لانه تمسح ليا كامل داكشي مشى. راه قلتها لهم البارح في يعني اللي كاين في الجروبات، راه قلتها لكم البارح، اللي ما كاينش يعني في الجروبات انا قلتها لكم هنا في اليوتيوب وفي الفيسبوك. بالنسبه للنقطه ديال المعدل العام، صراحه كتطرح واحد المشكل، واحد التساؤل اللي صراحه أنا ما عنديش عليه جواب، غنحاول نبارطاجيه معكم. واللي عنده يعني شي فكره او شي راي اخر ولا شي حاجه اللي غتقدر تفيدنا، يحاول يحطها في التعاليق، او لا يصيفطها لي وانا نبارطاجيها مع الاخوان. الاشكال ديال هذا المعدل العام اللي ما كاينش هو ان هذه السنه كاين الانتقاء. نفترضوا مثلا واحد العدد ديال الناس دفعوا وعندهم مثلا مقبول، من بعد ملي غادي نجيو للشرح يعني الطريقه ديال الانتقاء غتفهموا هاد النقطه. هاد الناس اللي عندهم دابا مقبول رتبناهم باش من معيار غادي نرتبوهم، فهمتوا؟ واحد مثلا عندنا كامل مثلا في الباك وفي الاجازه عندنا مقبول ومقبول. في الانتقاء كيفاش غادي نقولوا هذا اللي غادي يدوز وهذا ما غاديش يدوز؟ يعني خاصنا شي معدل، حيث لانه باش غادي نعرفوا هذا واش عنده 11 مثلا 97 وهذا عنده 10.13 ولا 10.30 ولا، فهمتوا؟ هذا المعدل العام هذا هو هذه هي القيمه ديالو. كون ما كانش الانتقاء ممكن تقول واخا ما يكونش هذا المعدل العام كلشي غيدوز، ولكن ما عرفت صراحه كيفاش غادي يتم، يعني كيفاش غتميز ما بين هادو اللي عندهم مقبول مثلا في الاجازه، عندهم مقبول في الباك، عندهم مثلا نفس عدد السنوات فاش خداو الاجازه، عندهم يعني المعايير بحال كيفاش ممكن تميز بيناتهم باش تقول في الانتقاء غناخدو هذا ما غناخدوش هذا؟ واش فهمتوا؟ هذا هو النقطه يعني الجوهريه ديال هذا المعدل العام اللي ما كاينش. كيفاش غادي يتم هذا الشيء؟ واش مازال غادي يعاودوا يعني يعني موديفيو هذا الشيء في البوابه؟ الله اعلم. داكشي علاش قلت للاخوان، يعني قلت لكم النهار قبل كاع ما يخرج، قبل ما يتحل البوابه، قلت لكم ما تسجلوش بكري، صبروا، ربما يكونوا يعني تغييرات ولا هذا في البوابه، يعني يكونوا دي موديفيكاسيون، يعني ما تزربوش. انا ما كنصحكش تبقى يعني حتى نهار 22 عاد تسجل. من الاحسن يعني ذاك النهار الاخراني ولا النهار اللي قبل منه، يعني ديك اليومين الاخرانيه، ممكن يكون الضغط على السيت ممكن بزاف، حيت لان شحال من واحد تيسولني تيقول لك اشنا هو النهار واش نتسجلوا ولا مازال. من الاحسن يعني كوجهه نظر، يعني ماشي شي حاجه اللي تنقول لك خصك ديرها يعني 100%، من الاحسن تسجل، بغيتي تسجل بحال داك النهار 19 نهار 20، يعني كتبقى ديك يومين. اما داك النهار الاخراني ويومين الاخرانيه صراحه اللي يكون الضغط على السيستيم ولا شي حاجه وما يبقاش خدام السيت ولا شي حاجه وتصدق يعني تقول قلت لكم زعما تعطلوا. انا كنشوف مثلا نهار 19 نهار 20 بحال هكا، يعني ديك الساعات ملي كتبقى ديك يومين ممكن تسجل، ولكن قاد الوثائق ديالك، يعني عمر الاستماره، سكانيها، وجدها، الباك نفس الشيء، لاكارت ناسيونال، الاجازه، ولا اللي ما عندوش الاجازه يعني قد سميتو داك لاتيستاسيون. شنو اخر باقي؟ الالتزام حتى هو تمشي تكاليزي وتسكاني، هادشي كلشي تقاد يكون واجد عندك بي دي اف، باش ملي تسجل راه ياخذ لك داكشي شي 4 دقائق ولا 5 دقائق تو تسويت غتسجل. يعني هذا هي النقطة يعني ديال المعدل العام. كما قلت لكم، يعني اللي عنده شي إضافة ولا شي حاجة ممكن يبارطاجيها معايا ولا يديرها في التعليقات ويستافدوا منها الإخوان. بالنسبة للطريقة ديال الانتقاء، حيت بزاف كيسولوني تيقول لك عندي 10 عندي 11 كيفاش غادي ندير؟ واش غادي ندوز ولا ما غاديش ندوز؟ واش نكمل المراجعة ولا نحبس؟ كنقول لكم حتى شي واحد ما يحبس المراجعة، غادي تكمل المراجعة ديالك وغادي دير جميع الأسباب وتوكل على الله. كيفاش كيتم الانتقاء؟ نحاول نعطيكم واحد المثال بسيط باش تفهم. نفترضوا مثلا واحد الاقليم بغاو فيه 10 الناس،
ياك 10 الناس دابا اللي طالبين بار اكزومبل، هاد 10 الناس غادي يضربوها هما اما في 4 او لا في 8 على حسب كل مره شنو كيديروا. يعني هذا هو العدد اللي غادي يدوز الكتابي. يعني نفترضوا مثلا ضربوها في 4، يعني ديك 10 كيضربوها في 4 تعطينا 40. هاد 40 واحد هما اللي غيدوزوا الكتابي. يعني نفترضوا مثلا هاد الاقليم دفعات ليه مثلا 60 واحد بار اكزومبل. هاد 60 واحد كنرتبوهم من اعلى نقطه حتى اخر نقطه اللي هو داك رقم 60. ياك نفترضوا هذا الاقليم دفعوا عليها مثلا 10 الناس ديال علوم التربيه ودوك المسالك ديال الجامعيه ديال علوم التربيه. هادوك 10 ما غاديش يدوزوا معاك في الحساب في الانتقاء. يعني هما غياخذوا دوك 10 المقاعد الاولى وغنبداو من 11. غنبداو من 11 وحنا نازلين حتى ل 40. يعني فين حبسنا في هذاك 40 هما الناس اللي غيدوزوا الكتابي. هادوك هما النقطه ديال الانتقاء. داك المعدل اللي جاب هذاك رقم 40 هذاك هو المعدل باش هزو في هذاك الاقليم. نفترضوا مثلا هذاك رقم 11 رقم 40 مثلا عنده في المعدل، يعني اللي حسبوا لي عنده مثلا 11.30. هذا هو المعدل علاش هزو في هذاك الاقليم. كاينين اقاليم ممكن تمشي ل 10، ممكن تكون 12، ممكن تكون 13. يعني داكشي تيختلف على حسب النقطه ديالك انت وسط النقط ديال الناس مع من كتنافس. هادشي اللي بغيتكم تفهموا، حيت بزاف تيقول لك انا عندي مثلا عندي مقبول عندي 11 واش نحبس المراجعه ما غادوش ندوز في الانتقاء. ما يمكنش تعرف، حيت لانه النقطه ديالك كتحطها وسط هذوك الناس باش يرتبوكم باش تشوف النقطه ديالك وسط الاخرين فين تكلاصات. اللي تكلاصا مثلا في هذا المثال اللي عطيتكم اللي تكلاصا مثلا من 40 للفوق راه غيدوز. اللي 41 هذاك هو اللي ما غاديش يدوز. من تما بدا الانتقاء حتى ل 60. يعني ديك 20 واحد ما غاديش تدوز. هذا غير مثال بسيط باش تفهموا كيفاش كيتم الانتقاء. شحال من واحد تكون عنده 11 كذا و90 10. ممكن تكون عندك 10 مثلا وتدوز في واحد الاقليم، وتكون عندك 12 وتمشي لواحد الاقليم اخر وما تدوزش فيه. واش فهمتوا دابا شنو بغيت نقول، شنو بغيت نوصل لكم؟ هادشي اللي كاين، وكنتمنى انكم تكونوا يعني استفدتوا شي شويه من هذا الفيديو. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.